فمن منا لم يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي والخطايا والرزايا؟ إنه باب كلنا ولجناه، وخضم كلنا خضناه، وكأس كلنا تجرعناه، فمستقل منا ومستكثر. فما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه ما أقام في الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا نساء إذا ذكر ذكر، إذا ذكر بالله عز وجل ذكر الله وانزجر وابتعد عن معاصي الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما من حديث أنس في الترمذي بسند صحيح: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كلنا مذنبون بلا استثناء، إلا من عصمهم مولاهم سبحانه وتعالى من أنبيائه ورسله. ومن ادعى العصمة من غيره فقد أعظم الفرية على الله تبارك وتعالى. فنحن قد تلطخنا بالذنوب وتقدرنا بالسيئات، وحبيبنا وصفينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الترمذي بسند صحيح: اللهم إن تغفر تغفر جنا، وأي عبد لك لا ألما. أي عبد منا لم يلم بخطيئة أو يرتكب معصية أو يجترح ذنب؟ كلنا والله ذاك الرجل، كلنا قد وقعنا في هذا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. لماذا؟ فيستغفرون فيغفر لهم. يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. هو التواب، هو الرحيم، هو الغفور، هو الستير، يستر على من ويغفر لمن ويتوب على من. إنما يتوب على المذنبين إذا تابوا، وعلى المخطئين إذا أخطأوا، وعلى المسيئين إذا آبوا إلى مولاهم تبارك وتعالى. هكذا تتحقق أسماء الله تبارك وتعالى في عبادات المؤمنين، فيعبدون الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويتحقق ذلك في حياتهم. فإذا أذنبوا ذكروا أن لهم ربا رحيما توابا كريما يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى ويعفو عن السيئات. ومن يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. فرجعوا إليه وانطرحوا بين يديه وأظهروا الفاقة والحاجة والمسكنة بين يديه سبحانه وتعالى، فأفاض عليهم الخيرات والحسنات والبركات ما لا يخطر لهم على بال وما يفوق فوق الخيال. وإذا أرادوا أن يقعوا في ذنب أو يجترحوا خطيئة فإنهم يذكرون ربهم فينزجرون ويرعون ويفيئون إلى الإيمان وإلى دوحة الإحسان، وبذلك يصانون من الخطيئة. وهل الإيمان إلا ما يحجزك عن معصية الله ويقودك إلى طاعة الله عز وجل؟ هذه ثمراته وهذه حسناته وهذه بركاته. أيها الإخوة والأخوات، حلقاتنا القادمة إن شاء الله ستتحدث عن هذه الأسباب التي بها الحماية والكفاية والوقاية إن شاء الله من الخطايا والذنوب والسيئات، لكنها دعوة من قلب صادق إلى إخوانه وأخواته. أيها الإخوة والأخوات، نحن ضعفاء فقراء، لا نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلنأوي وإياكم إلى ركن شديد، فلنأوي وإياكم إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن نتضرع بين يديه، وأن نلح عليه سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الذنوب، وأن يبعد عنا السيئات، وأن يقينا من الفتن،
فالدعاء هو العبادة أيها الإخوة والأخوات. إن أعظم سبب بإذن الله وبفضله سبحانه وتعالى وهو هداية من الله، أعظم سبب يؤدي بك إلى الطاعة ويحول بينك وبين المعصية أن تدعو ربك، أن تتبرأ من حولك وطولك وذكائك وقوتك وتقول يا ربي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. تقول بإلحاح وصدق اللهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. يقول الشيطان لربنا الرحمن وعزتك وجلالك يا ربي لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الله واسمعوا لقول الله وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. في الختام أدعو نفسي وإخواني وأخواتي إلا أن ندخل على ربنا سبحانه وتعالى من باب الافتقار ومن باب الاستغفار. هذه بداية حلقاتنا ولقاؤنا إن شاء الله فيما سيأتي، فحي هلا بكم، ونسأل الله أن يجمعني وإياكم على خير. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كلمات كالضياء تجلو عن